ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ البرطمانات دي هنعمل منها دلوقتي من واحد فيهم اللي انا اخترته ده فكرة جميلة قوي، ان شاء الله هتعجبكم. اول حاجة انا شلت اللزقة اللي عليه دي، وبعد كده ما اتشالتش كويس فغسلتها كويس بالمية والصابون كده لحد ما نطفت. وبعد كده عندي قطعة الفوم دي هبدأ ارسم عليها القلب. انا رسمت قلب مش كبير لان البرطمان اللي عندي صغير، على حسب البرطمان طبعا بنرسم حجم القلب. هقصه بقى بالشكل ده، وتعالوا نشوف بعد كده هنعمل ايه. انا دورت على الدبل فيس عندي ما لقيتهوش، فطبعا استخدمت اللي هو التيب العادي، لفيته اكتر من لفة زي ما هتشوفوا دلوقتي، فهيعمل معايا دور الدبل فيس مفيش مشكلة خالص. يعني ما نوقفش الفكرة عند حاجة مش موجودة. اهو زي ما انتوا شايفين كده ادى نفس الغرض يعني. وبعد كده هلزقه على البرطمان وهعمل الخطوة بتاعتي عادي جدا بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده انا عندي الالوان دي الوان اكريليك او جواش حاجة كده يعني. لو مش متاحة ممكن نستخدم اي الوان موجودة عندنا، الوان بلاستيك، الوان اي حاجة مفيش مشكلة خالص. واستخدمت اللونين دول على بعض لان كنت عايزة درجة بني معينة كده، والبني اللي عندي غامق شوية، وزودتهم حبة مية عشان اعرف اخلطهم. بس طلع اللون يعني برضو مش اللي هو اللي انا عاوزاه، هتشوفوا دلوقتي لما جربته. انا هعمل بالسفنجة، لو حابين تعملوا بفرشة مفيش مشكلة، ولو مش عايزين الوان خالص وعايزين ترشوها بسبراي هتأدي نفس النتيجة برضو. طلع عندي اللون مش هو خالص اللي انا عاوزاه، انا كنت عاوزة لون بني غامق بس ما يكونش يعني غامق قوي، فجه الاصفر مني زيادة، اضطريت ان انا ازود بني تاني. بس كده تمام. هبدأ بقى اغطي البرطمان باللون ده باستخدام السفنجة اللي انتوا شفتوها كده تمام. هبدأ اغطي كله طبعا. نتيجة ان انا حاطة القلب هيتلون كل البرطمان ما عدا القلب ما عدا الجزء اللي ملزوق عليه القلب. هنشوف دلوقتي لما يتلون هيبقى شكله عامل ازاي. لو مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي فكرة جديدة انا بعملها. وما ننساش اللايك والشير والكومنت الجميل اللي بتشجعوني بيه دايما. معلش بقى على منظر ايدي علشان بس انا حبيت ان انا اخلص الاول الفكرة وبعد كده اروح اغسل ايدي، لان كده كده طبعا هتبهدل تاني فمعلش بقى سامحوني على المنظر. كده تمام. هستنى بقى شوية لحد اما الالوان دي تنشف. بعد شوية نشفت شلت القلب الفوم اللي انا كنت لازقاه. وبعد كده عندي ده لون ابيض بلاستيك اللي هو بتاع الحوائط عادي، بنجيبه من عند اي حد بتاع بويات. تعالوا نشوف بقى هنعمل بيه ايه. ده ظهر الفرشة، هبدأ اعمل بيه 4 نقط بظهر الفرشة كده باللون الابيض. همشي بقى على القلب كده طول ما انا ماشية، هعمل 4 نقط جنب بعض كده. النتيجة هتكون جميلة جدا، فياريت تشوفوا الفيديو للاخر علشان تقولوا لي رأيكم. هكمل بقى بنفس الطريقة لحد ما اخلص القلب بالكامل. بالشكل ده. وممكن على فكرة بدل ظهر الفرشة لو مش متاح عندكم ظهر الفرشة ممكن نستخدم ظهر قلم رصاص مفيش مشكلة خالص اي حاجة. كده تمام. بعد كده هاخد نقطة من اللون الاخضر ده برضو هعمل بيه زي فرع شجرة كده. بصوا ما بين كل 4 نقط هقوم عاملة فرع شجرة كده لونه اخضر، مش هيبان دلوقتي بس هيبان بعد كده لما ينشف. بالشكل ده. وناقص اخر حاجة ان انا هاخد برضو لون تاني. انا اخترت اللون الاصفر عشان يليق مع الالوان دي، انا اخترت اللون الاصفر. هبدأ اعمل بيه نقطة
ما بين كل 4 نقط، يعني في النص، ما في النص بتاع ال4 نقط ده هقوم عاملة نقطة كده باللون الاصفر عشان يكمل شكل الوردة يعني بالشكل ده. الفكرة سهلة خالص وبسيطة، كلنا طبعا بنرمي البرطمانات دي، فبدل ما نرميها ممكن نعمل بيها الفكرة دي. هتبقى تحفة بصراحة لو اتحطت على مكتب في الأوضة أو على التسريحة، شكلها بصراحة جميل. وده خيط الخيش صاحبنا في كل الفيديوهات طبعا. عملت بيه صفين كده على البرطمان من فوق بالشكل ده. والجزء الزيادة بقى ده طبعا ده هقصه كده خلاص مش محتاجاه. ودي شمعة الكتروني، طبعا ممكن نستعمله كمنظم، بس انا حبيته بصراحة احط فيه شمعة الكتروني بالشكل ده علشان يدينا الشكل ده، وبالذات لما يطفي النور هتشوفوا دلوقتي هتلاقوه شكله اجمل بكتير. ايه رأيكم؟ مستنيه رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والكومنت الجميل، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.